قيمتك عند اللي قدامك بتتحدد من المدة اللي بيسيبك زعلانة فيها، يا إما يسيبك لحزنك يا إما يجري عليكي. أنا مريت بتجربة علمتني المعنى ده. كنت زعلانة ومش محتاجة اعتذار كبير ولا تبرير، كنت محتاجة إحساس بسيط إن زعلي فارق. لو قيمتك كبيرة عند الشخص ده هيعمل أي حاجة إلا إنه يسيبك لحزنك وزعلك، لأنه مش هيعرف ياكل ولا يشرب ولا حتى يتنفس طول ما هو عارف إن في حتة من روحه زعلانة. فمستحيل تهوني عليه أو يسيبك زعلانة. علشان كده يؤسفني أقول إن كل اللي سابونا لحزننا وزعلنا بالأيام والشهور والسنين عمرهم ما حبونا ولا كان لينا أي قيمة عندهم من الأساس. الحل مش في العتاب الكتير ولا في إنك تشرحي وجعك 1000 مرة. الحل إنك تفهمي وتبطلي تستني من اللي ما بيحسش. خليكي مع اللي زعلك يوجعه واللي حزنك يقلقه واللي ما يقدرش يشوفك متألمة ويمشي. غير كده سيبيه يمشي بهدوء، لأن اللي سابك لحزنك اختار نفسه، وانت من حقك تختاري نفسك بعده.